معكم حتى لنص نهار على موزايك فام. الصباح الخيرات كل مستمعين موزايك فام. ايامات على المولد النبوي الشريف، هي خدمتهم الحق بتاع ربي على طول العام، قاعدين يخدموا في خدمه كبيره من نجموا كان نشكرهم عليها الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه. ومعنا رئيس الهيئه باش ناخذوا ارقام كبيره، مش بنقولش مفزعه لكن مفزعه كي نحكيوا على اطنان كبيره من المواد الغذائيه الغير صالحه، واللي الناس ربي يهدي اللي بلا ضمير اللي فوالا يقول لك على خاطر الفرنك نوكلك اللي يجي. شكرا تدخلوا معنا دكتور محمد الرابحي رئيس الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه. دكتورنا صباح الخيرات. اهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بالساده المستمعين. شكرا على قبولك الدعوه دكتور محمد. المواد الغذائيه مجهوله المصدر المعروضه على قارعه الطريق، هذوما قاعدين نشوف فيهم خاصه يكثروا في المناسبات اللي تكثر مالوغوزمون فيها الغشه كما رمضان كما الاعياد. وفي المولد النبوي الشريف الحلويات، الفواكه الجافه، الزقوق وغيره قاعدين يتباعوا احيانا باثمان رخيصه لكن عجبك رخصوا. طيش مكثر ولا كيف؟ هي بالضبط. على كل هو بارك الله فيك اخت جيهان على الاستضافه. هو في الواقع احنا ما نركزوش كان على الزقوق في الفتره هذه، احنا مكونات عصير الزقوق، ولكن ايضا فما حاجات اخرى، الحلويات خاصه اللي معروفه بها بعض الولايات واللي هي باش تكون قبلة للزوار إلى غير ذلك. نركزوا على مكونات المقروض هذا والشيء هذا. الحقيقة لقينا عدة تجاوزات في علاقة بمكونات المقروض. احنا شوف للغرض هو فما 76 فريق متنقل، معناها سواء كان نطاق المركزي جهوي ويستهدف كل المحلات اللي قد تكون فيها هالمكونات، سواء كان مكونات عصير الزقوق وفواكه جافه، ملونات الى غير ذلك. كيف في الاماكن اللي احنا نركزوا عليها بالاساس اللي يصنعوا المقروض، نشوفوا كل سورتو التمور والسميد الى غير ذلك. وجدنا الحقيقه فما شويه اشكاليات، ولكن احنا ما باش نهولوا، ولكن احنا باش نعطيو فكره على ما اللي لقيناه على ارض الواقع. هذا هو مثلا احنا المتعارف، انت كما حكينا المره الاخرى فيه محلات تبدا متخصصه للشيء هذا، وهيك علاش احنا نركزوا عليها. وثم امور ترى بالعين المجرده، ولكن ايضا فما حاجات ما تراش بالعين المجرده. احنا وقت اللي تبدا حاجه ظاهره هذيك حجز فعلي ما فيهاش نقاش، ولكن اللي نشقوا فيه القانون اعطانا الامكانيه باش عملا بمبدا الوقايه نحجزوا وقتيا ونثبتوا وناخذوا وقتنا نحلوا ونثبتوا الى غير ذلك. والحقيقه 35 عمليه حجز وقتي، عده اطنان، ولكن بعد ما ثبتنا وحللنا وجدنا 3 فقط من المواد اللي احنا شاكين فيها، 3 عينات، زوز مادة زقوق وواحدة يعني فواكه جافة، هذوما غير مطابقين وتم حجزهم وتلافهم الى غير ذلك ما وصلت العملية، ولكن الباقي رفعنا الحجز. يبقى انه المحجوزات فعليا اللي هي 15 عمليه تتمثل اساسا في حوالي 2 طن من المواد الغذائيه، هذه من معناها المكونات تاع الزقوق، ولكن ايضا حوالي 8 اطنان من مكونات المقروض وما تبعه. يعني ناهيك وانه معناها شو لقيتوا مثلا معناها اليوم في المقروض مثلا في الدقله في شنو وجدنا مثلا التمر هذاك اللي نصنعوه فيه عديد الاشكاليات، فيه الحشرات، معناها في الاكل اللي مخزن في ظروف غير عاديه والعمل او علامات الفساد تظهر عليه الى غير ذلك، ولكن احنا ومحضرينه وعاجنينه ومحضرينه مش يعملوا به المقروض. هذا هو، ولكن تم حجزه كيف السميد فما كميه زاده اللي يصنعوا بها تم حجزها واتلافها. ايضا ما وصلنا للاتلاف كان ما ظروف معناها تعيسه، معناها ماهيش قابله.
هو الجهان اذا كان نوصل اتلاف معناها راهو ماده غذائيه غير صالحه للاستهلاك البشري. ورغم هذا كانوا مش ناويين يعجنوا بها للمقروض. للاسف هو كما وهك علاش احنا الهياكل الرقابه الحقيقه التابعه للهيئه تبذل مجهود كبير في الفترات الحساسه الى غير ذلك. معناها نحكيو تقريبا على 10 أطنان من المنتوجات الغير صالحه للاستهلاك الادمي، حوالي 10 أطنان في الفتره هذه. وكيف زاد فما الملونات تعرف انت المليليتر يعمل شيء كبير. احنا حجزنا حوالي 2.5 لتر، معنا حاجه كبيره ملونات اللي نجم نعملوا بها خيرات حلويات الى غير ذلك. احنا شوف الاسباب نتاع المحجوزات 33% من المحجوزات مربوطه بانتهاء تاريخ الصلاحيه، معناها تبدا غير التاريخ الاقصى للاستهلاك فات، ولكن هو حاطها وعرضها ويبيعها. 40%، وهذه الحقيقه حاجه نوعا ما تلفت الانتباه، 40% من المحجوزات تعود لوجود الحشرات والديدان الى غير ذلك، وهي حاجه يلزم نركزوا عليها باعتبار معناها سامحني حاطينهم في مخازن عشوائيه معناها دكتور محمد الرابحي؟ لا مش مخازن عشوائيه، هي مخازن معناها مفتوحه للعموم. ولكن ما تعرف انت الفترات هذه ثم شكون تخول له نفسه باش يستغل هاك الطلب الى غير ذلك ويخرج حاجات. تو هذا اللي موجود اللي فيهم حشرات ايش معناها طريقه ينجم يكون قديم وينجم يكون معناها محفوظ او مخزن في ظروف غير صحيه. هذه كل اسباب معناها هذوما اكثرهم مثلا تو في الفتره هذه نتاع نلقاو الفاكهه اللي نلقاوها بالدود ومسوفه وكل حاطينهم، وبعد هكا يعرج عليهم شويه ولا برا يرحيهم لنا واحنا نمشيو ناخذوا المرحي فرحانين مسرورين هو بالدود حاشاكم سامحني والحشرات. هذه احنا والحمد لله الحقيقه اغلب العمليات الحقيقه ما تتعداش الحمد لله. و20% من المحجوزات سببها نوعية التحاليل غير مطابقة. احنا ما تعرف وقت اللي يتم الشك في مادة او حاجة مشابهة نحجز وقتيا ونحل وناخذ وقتنا. 20% من المحجوزات الفعلية تمت في علاقة مباشرة بعدم احترام النوعية، وحوالي أكثر من 6% من المنتوجات اللي تم حجزها خاصة في علاقة بالحلويات نتاع الزينة اللي هي فيها ملون محظور. هذه تجي ولكن سبحان الله تبدا على التاشير مكتوب راهو مكتوبه اللي هي راهي تحتوي على اكل ملون كذا كذا، ويعرف اللي هو ملون محظور. وهذه احنا شنو نطلبوا من المستهلك التونسي؟ نطلب من المستهلك التونسي انه يرد باله يقرا التاشير، لانه اذا كان يقرا التاشير بالكدا باش يعرف او اضعف شيء يعرف تاريخ الاقصى للاستهلاك، ويعرف اللي راهو فما ملون او نعطيه انا 102 لانه هو هذايا معناها ممنوع في تونس. كيف وقت اللي تبدا ماده غير مطابقه من حيث الحشرات وما تبدا ظاهره للعيان. نفس الشيء وقت اللي انا باش ناخذ شويه زقوق وما فيها باس كيف نهز طريف ونشمها، من خاطر اذا كان فما ريحه غير عاديه هذيك ايش معناها راهي مؤشر على فساد المنتوج باعتباره انه فيه هك الفطريات وما تبعهم. خاطر وقت اللي تبدا مخزنه في ظروف غير صحيه هك الفطريات تنمو وتعطي هك الريحه اللي تنجم تتشم، واحنا لما حاله نحلوها باش نشوفوا الافلاتوكسين وما تبعها. اما المواطن العادي اذا بالريحه كان بركه تنجم تشيل بالريحه بركه ينجم يعرف. هو احنا العمليات ما زالت متواصله،
ثم احنا الى حد الان تم تحرير 15 محضر عدلي ضد المخالفين. وتعرف محضر عدلي راهو ماهوش سهل، محضر عدلي راهو فيه خطايا، فيه توصل للسجن الى غير ذلك. واللي نطلبوه من المواطنين ايضا انه اذا كان ثم اي اشكال ما فيها باس يتصلوا بنا على الرقم الاخضر 80 106 977 977. شكرا لك، يعطيك الف صحه، نورتنا وان شاء الله مولدك مبروك بالمسبق. ربي يخليك. دكتور محمد الرابحي رئيس الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه. صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة